بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عايزين ندعي لاخواتنا هم في اشد الحاجه للدعاء. عايزين نحكي النهارده وندردش عن ما بعد لقاء الزمالك والمقاولين العرب، ونظره كده عامه عن الماتش واللي حصل في الماتش وما قبل الماتش واللي هيترتب. الزمالك دخل الماتش ده بأخطاء كتير. الزمالك دخل الماتش كان عنده أخطاء كتير. أولا أخطاء في التشكيل. امبارح فيريرا سرب لي شكوك. الشكوك دي أنا مستعجل، معرفش هل أنا مثلا حكمت بدري وأنا ما حكمتش، بس هل أنا الشكوك دي دخلت لي بدري؟ برضه مش قادر أحدد. هو تاني ماتش لسه بيتعرف على اللعيبة، مع إنه بقاله أكتر من شهر وشوية في الفرقة، وعمل معاهم ماتشات تحضيريه وقعد مع الفرقه كتير وتعرف على اللعيبه كتير. لكن انك تبدا بتشكيل زي ده كان غريب بالنسبه لي. ككاتشانه بقى، كاتشانه في الفرقه وكاتشانه واللقاء شغال، كان في مشاكل. تبديلات كان فيها مشاكل. هل انا مستعجل؟ مش عارف. هل انا شايف ان الراجل عنده الاخطاء دي فانا اتكلمت بدري؟ برضه مش عارف. لكن انا هقول وجهة نظري على الماتش ده، بوجهة نظري على الماتش ده بس، يعني مش مسألة استعجال بقى. انا هعتبر ان الراجل ده بقاله معانا سنة، فانا هتكلم فني على الماتش ده. الماتش ده كان فيه كوارث. انت بادئ الماتش بتشكيلة غلط. فكرة انك تلعب بدونجا وشحاتة وعبد الله في نص الملعب حاجة في منتهى يعني حاجة صعوبة. يا جدعان مش ممكن. انت بتلعب بعبد الله السعيد 10، ده اول خطأ. عبد الله السعيد طول ما هو ظهره للملعب وهو رقم 10 وبيستلم ومحتاج يلف ويعمل ترنات ومحتاج ان هو يلاعب بقى، يعني يلف ويعمل ترنات ويلاعب الناس، مستحيل. عبد الله ولا سنه بقت قادر على ده، ولا لياقه ولا ذهنيا بقى قادر على ده. مين اللي يقدر على ده ويعمله لك 100% جامد؟ ناصر ماهر. فنقطة ان عبد الله السعيد يلعب 10 مستحيلة. عبد الله السعيد يلعب 8 ويطلع بالكرة من تحت ويلاعب الناس، يطلع بيستلم في مساحات ورا، فالمساحات هو بيستلم حر اكتر، عينه كشف الملعب اكتر، هيلعب الكرة مش طبيعية. بس وهو 8 لكن وهو 10 في وسط الزحمة وظهره للمدافع وبيستلم وهو مضغوط عليه، بيستلم ومحتاج يلف، كل ده مجهود بدني وذهني على عبد الله السعيد هو ما بقاش قادر عليه. فدي اول نقطة. تاني نقطة، ناصر ماهر. انت ناصر ماهر ليه تخسره في مركزين؟ انت بدل ما تضرب مركز ناصر ماهر بس اللي هو رقم 10، فانت ضربت المركز وخلاص خليته مش نافع اللي هو عشان حطيت فيه عبد الله. لا، انت رحت ضارب مركزين. ليه؟ انت رقم 10 باظ ورحت مبوظ الوينج. ان انت بتلاعب ناصر ماهر وينج. ناصر ماهر مش وينج، ولا خصائص وينج، ولا فيجن وينج، ولا اي حاجه، ولا ينفع وينج. ناصر ماهر لعيب رقم 10 بيستلم، احسن لعيب في مصر بيعمل ترنات، احسن لعيب في مصر، عليه دورانات وعليه تغيير اتجاهات جسم مش طبيعي. انا ما شفتهاش. سيبك بقى من مستواه والكره في رجله فيها ايه، اللعيب ده مش ممكن في تغيير اتجاهات جسمه وتغيير يعني وتحركاته مش طبيعيه يا جماعه. فانت ليه يعني انت خسرته في 10 تقوم مبوظ الوينج اليمين وتقوم ملعب وينج يمين؟ فده كان تاني خطأ كارثي يا جماعه. مش ممكن. معالي لعب الماتش اللي قبل منه شويه كان شكله مش طبعا مش هنعظم ولا هنفخم فيه، بس كان لعيب باين ان هو وينج. جالك الفينا البرازيلي ما لعبتوش لوينج، ما اعرفش، رحت بادئ بناصر ماهر فانت ضربت مركزين. تمام، ده خطأ. الخطأ اللي انت لسه هتكتشفه بعدين ولسه لازم يحصل كده، ان انت محتاج تلاعب محمد اسماعيل على حساب اي حد في خط الدفاع، الونش او محمد عبد المجيد. ليه؟ انت ما عندكش الاتنين بيخرجوا بالكوره بطريقه بشعه. عبد المجيد ما بيعرفش يباصي. عبد المجيد بيفضل يطلع ويتطور، والراجل شغال على نفسه، والراجل شاطر ان هو قادر يشتغل على نفسه وان هو بيشتغل لوحده بره النادي على نفسه، لكن هو عنده سقف مش هيقدر يتعداه. هو البوتنشال بتاعه في حته مش هيعديها. فانا هتكلم على شويه الاخطاء اللي انت المفروض تحلها لو انت حابب يحصل تغيير، لكن لو انت فضلت على كده هيحصل كوارث.
فاي حد من الاثنين المدافعين انا شايف انه يتسحب وينزل محمد اسماعيل. محمد اسماعيل لعيب كوير، لعيب بيعرف يلعب كوره برجليه، لعيب هيعرف يسلم نص الملعب فيحصل تدوير للكوره، لعيب هيعرف يعمل معاك باللفظ اللي بيضحك دلوقتي البيلد اب، فاللي هو انت هتعرف تعمل بيلد اب بجد. تمام. فده محمد اسماعيل. نص الملعب اتكلمنا في نقطه عبد الله، انت محتاج لعيب 6 بجد يا جماعه. مش ممكن دونجا ابشع حاجه انا شفتها في حياتي يا جماعه. الكوره فيها حاجات كتير قوي بتتعمل، دونجا ما بيعملش منها حاجه يا جماعه. خصائص لعيب 6 دونجا لا يفقه عنها شيء، لانه لا يفقه شيء عن كره القدم. لما لعيب يبقى كل 12 15 ماتش يعمل لي ماتش كويس وعنده دراويش، يا جماعه عيب بقى. ده عنده دراويش وعنده ناس بتقول لك لازم يلعب، يا جماعه مش ممكن. دونجة ايه يا جدعان؟ انا مقدر ان مفيش حد، حتى اللعيب اللي جبناه مصاب، وحتى جهاد اللي جبناه السنه اللي فاتت هو مصاب من السنه اللي فاتت. الشهيد علي فتحي اللي كان هيلعب ماتش سان داونز في 2016 رجع، ومحمد جهاد ده لسه شكله مش هيرجع، يعني مش هيرجع بقى خلاص، مش هيرجع معاه، يعني هو خلاص شكله بقى شهيد هو كمان. فانت كنت مجبر على دونجا، انا معاك ان انت مجبر على دونجا، بس ما تشيلوش مهام بقى مش بتاعته. انت تنبه عليه ما تلعبش يا حبيبي كوره طويله، انت ما بتعرفش تلعب كوره طويله، انت ما بتعرفش تباصي. انت اقرب حاجه انت بتعملها انت بتستلم وتباصي تحت منك. تمام يا عم، انت بوسطجي حسام عاشور، انا مبسوط بيك، خليك حسام عاشور وراجل بوسطجي، بتستلم تسلم الحارس تاني، تاخدها تسلم الحارس تاني. انا مبسوط. لكن بقى تعمل لي فيها بقى لعيب كوره وتقوم عامل لي الطويله. فدونجا استحاله يعرف يستقبل، عشان بس ما ناخدش عنده كتير. دونجا مش هيعرف يستلم من المدافع ويلف ويلعب الناس دي، انسى انسى. دونجا مش هيعمل دي. فانت دونجا محمد ربيع او احمد ربيع الماتش اللي جاي هو اللي يلعب، هو مصاب بس لو رجع من الاصابه لازم يلعب، لازم يلعب. فانت دي عندك لعيبه لازم تخش الفرقه، لازم تخش التشكيل. ادم كايد لعيب عالي قوي، لكن هو مش الوينج بتاع مش معنى كلمه وينج بالبلدي، مش معنى كلمه وينج. ادم كايد ده لعيب بيلعب بين الخطوط، يعني 9.5، لعيب اللي هو شادو سترايكر، لعيب 10، لعيب وينج بس مش الوينج اللي في دماغنا احنا كمصريين، الوينج اللي بياخد على الخط يسلم ويلعب مع الباك بتاعه ويستلم ويخش ويقطع لجوه، مش ده ادم كايد. لعيب شادو سترايكر 10، مش 8 برضه، هو 10 اكتر. لكن فانت عندك المفروض هتلاعب شيكو بنزا ايا كان بقى، كان قاعد ليه الماتش اللي فات عشان تأديبيا او اجهاد او اي حاجه، ماشي. انا مع الاداره في اي حاجه في الحاجات دي، انا مع جون ادوارد، انا مع الجهاز الفني ان هو لو شافوا ان هو عمل حاجه هتبوظ النظام ماشي. مصاب خلاص كان مصاب، لكن انت دي افكارك لازم تحلها. ان انت هتلاعبني وينج مش وينج، دي كارثه. انت الماتش اللي فات بتلعب بادم كايد اللي هو يعتبرش وينج صريح، بتلعب بناصر ماهر، ولما قعدنا نقول طلع عبد الله ورجع لي بقى مكانه ناصر ماهر ونزل لي وينج، رحت عامل ايه؟ رحت مبدل قصب بقصب، بالظبط قصب بقصب، ورحت ناقل المشكله من الوينج اليمين ورحت ناقل الناحيه الثانيه، وديت ناصر ماهر الوينج الشمال، ونقلت المشكله من هنا لهنا. طب انت عملت ايه؟ انا مش يعني انا مش عايز اجي على المدرب واقول واحكم عليه واقول اصل هو عمل كده وعمل كده ودي اخطاء لا. ليه؟ تاني ماتش ابقى مجنون لو حكمت عليه تاني ماتش. لكن في حاجات كده بتبقى سخيفه، في حاجات بتبقى مش منطقيه. انت كمدرب قاعد في الفرقه ما تلاعب الوينج وينج، الوينج يلعب وينج، لعب وحش بس هو وينج خلاص، يبقى هي دي الخامه اللي عندي. زي مصطفى شلبي كان بيلعب فكنا بنقول له خلاص هو بقى كارثي، فاحنا بنغلط في مين هنا؟ او بنعيب على مين؟ بنعيب على الوينج اللي مش قادر يبقى وينج محترم. لكن هتيجي تقول لي ساعتها هيتب بقى على المدرب، ما هو ما عندوش غيره، فهو الوينج يلعب. مع اننا برضو كنا بنعاتب على المدرب ان هو يعني مصطفى شلبي ده برضو كان حاجه. لكن انت دلوقتي عندك يعني الشاب البرازيلي ده لعيب كوره جامد قوي، لعيب كوره جامد يا جماعه. احنا قعدنا نتفرج له على حاجات، مش شرط الفيديوهات الصغيره، بس هو خصائصه وسلوكه، السلوك دي ليها معنى عامه في التحليل، مش السلوك اللي هو مؤدب ولا مش مؤدب، وسلوكه في الملعب وحاجات كده. لا لعيب كوره جامد. فانت لما ما تبداش بيه، هقول لك تاني ماتش هاجي على نفسي واقول ان ده تاني ماتش، فانت لسه بتتعرف على الفرقه وبدري قوي، فانت خلاص من الماتش الجاي هتاخد بالك وهتنزل بقى عدل. دونجا ما يبداش. قصه المدافع اللي هو محمد اسماعيل ان هو هيبدا دي، انا اعتقد ان هي هتاخد وقت عقبال ما ينفذها، لان
ما اعتقدش ان هو هينفذ، لان هو دفاعيا هو تمام، انت عندك دفاعيا انت صلب، انت دفاعيا انت منظومه دفاعيه قويه. مع ان المدرب ده اللي انا اعرفه ان هو اصلا مدرب هجومي، كنت شفت له كذا بودكاست، هو مدرب هجومي اصلا. فانا مش عارف ليه، ودي الحاجه اللي قلقتني واللي خلتني بدري اتكلم عن المدرب، ان انت حصل عندك خوف وقلقت، وفي الماتشين اللي انت لعبتهم انت كنت بترجع، فقلت ماتش سيراميكا خلاص لسه واول ماتش وهو عايز يبدا بفوز. انا جوه نفسي قلت تمام تعدي الماتش ده، لكن قدام المقاولين انت بتعمل ايه؟ دونجا وشحاته في نص الملعب، دونجا وشحاته، الملعب ما يستحملش يا جماعه، انت ما بتلعبش فرقه كبيره يعني، انت دونجا ده يخرج من الفرقه. يا عم العب بشحاته وعبد الله وربيع، يا عم العب بشحاته وعبد الله وناصر ماهر، لو انت هتلعب ناصر ماهر 10. ادم كايد لعيب كويس، الفينا لعيب هايل هايل هايل. الدباغ ما لمسش الكوره كتير، بس حرفيا هو 60 دقيقه بيعمل كل حاجه كويسه، لكن الكوره ما توصلوش. الراجل بيتحرك صح، بيتوقع صح، بيستلم تحت ضغط كده كده، الكوره لو في 6 فوق دماغه هيستلم. الراجل بيستلم، وبعد ما بيستلم تحت ضغط بيكتمها ويلاعب الناس. هو ما استلمش كتير، الحكم بدري قوي قوي، بدري قوي، واي حاجه انا هقولها هيبقى داخل فيها الشك، لان الكلام ده كله بدري. لكن اللعيب هو بينفذ حاجات بالسنس وبالمذاكره بقى، بما ان انا بحب تحليل الاداء والفني وبذاكر جامد، لا الراجل ده مهاجم. لكن انت حرفيا حوالي 60 دقيقه انت ما وصلتلوش كوره، الراجل لحد ما اتبدل ما جاتلوش غير كورتين 3، والباقي هو اللي بيعافر عشان يجيبها يعني، لكن الكره هتتلعب له مباشر مفيش. فالدباغ انا عارف ان احنا كسبنا مهاجم من فتره كبيره قوي ما كسبناش حد زيه، لكن لازم مع الماتشات هياخد، ولازم مع الماتشات يحصل التركيبه المظبوطه. انت جبت لعيبه جامده، لو ما تركبتش صح على بعض برضه مش هتعمل حاجه. البيت لما بيتبني قواعد سمنت عواميد حاجات كده بتترتب مظبوطه، الا اذا لو انت جايب احسن اسمنت واحسن حديد في الدنيا البيت هيقع برضه، البيت هيقع. ليه؟ لانه مش راكب صح. هنا التركيبه عند المدرب لو ما قدرش يركب صح هتبقى كارثه. انت داخل موسم، انت بتبدا، مش كل سنه هنبدا من الصفر، انت المفروض السنه دي لو بدات من الصفر فانت تبدا من الصفر عشان اللي جاي يبقى عديت خطوتين 3. فانا عند رايي ان الحكم على المدرب بدري، الحكم على اللعيبه بدري، لكن في حاجات بتبقى عناوين، بتبقى في حاجات لازم تبين لي امارات، حتى لو من اول ماتش في حاجات كده تريكات لو انت عملتها ببتدي اخاف منك. منها انك عاندت ولعبت ناصر ماهر مرتين وينج ماتشين ورا بعض وهو مش وينج، ومش عارف ليه حد يعني، مش عارف ليه، انا مش عارف ليه اصلا. والماتش التاني رحت ملعبه وينج، ولما جيت تصلح ما طلعتش عبد الله السعيد ورحت مرجع ناصر 10، لا ده انت رحت ملعبه وينج شمال. فانا برضو علامات استفهام، علامات استفهام كتير. ليه؟ بما انك انت الراجل اللي قاعد مع الفرقه وانت عرفتها خلاص بقى، ففي علامات استفهام كتير. انا كل ده بتكلم في علامات استفهام، انا مش قادر احلل فني، لان التحليل الفني لما انت تبقى عملت شكل فانت تتكلم بقى النقطه دي والنقطه دي، واللعيب ده جه هنا واللعيب ده راح هنا وبصينا كده والهجمه دي كانت شكلها كده. حتى الافكار انا لحد دلوقتي مش قادر احدد افكار. هسيبني من الماتشات الوديه اللي انا شفت منها حاجات، شفت منها لقطات فيديوهات صغيره، فيديوهات اللي كانت نازله على فيسبوك، لكن هتكلم على الرسمي انا مش قادر امسك فكره، يعني لحد دلوقتي مش قادر امسك فكره واقول هي دي بتتنفذ. ده تاني ماتش، عشان ما بقاش قاسي وما بقاش من الناس المتخلفه اللي بتقعد تجري ورا اللطم ورا يلا نضرب ويلا نبوظ. لكن في حاجات انا مش قادر امسكها لحد دلوقتي، مش قادر امسك ان ليه انت بتلعب وينج مش وينج، وليه ما فيش شفتش فكره ممسوكه، ليه ما شفتش احنا هنهاجم ولا هندافع، ليه ما شفتش في حاجات باينه ان انت دي انت قاصدها، لكن هي مش ما بتقدمش شيء. التشكيل هيبقى كده، الماتش الجاي التشكيل يبقى كده، مش طبعا كل المدرب هو اللي عارف حاله اللعيبه وهو اللي عارف حالتهم البدنيه والذهنيه والفنيه وكل ده، لكن ده الاقرب للمنطقي
الاقرب للمنطقي. انت هتبدا بصبحي، كده كده الباكين ما فيهمش اختلاف، عمر وبن تايج. انا وجهه نظري اي وينج من اي مساك من الاتنين يتشال، بس هنقول انا لو عليا والله ما فارقه، هشيل مساك من الاتنين واحط محمد اسماعيل عشان الخروج بالكوره. فدي التشكيله بشرح سريع عشان الخروج بالكوره. نص الملعب عندك فكرتين، يا تلعب بشحاته وعبد الله 6 8 ناصر ماهر 10، يا تلعب بربيع وشحاته وناصر ماهر وتشيل عبد الله خالص. وانا شايف ان عبد الله يبتدي يلعب اخر الماتش. عبد الله لازم يلعب اخر الماتش، ينزل تلت ساعه، ينزل 25 دقيقه، ينزل ربع ساعه، الراجل يلاعب الفرقه ويمسك لك كوره في وقت ما انت خلاص الفرقه اللي قدامك بدات تتعب. عبد الله ذهنيا وبدنيا ما بقاش هو عبد الله. فانا الفكره ان انا ابدا بقى بربيع وشحاته وناصر ماهر، انا ميال ليها اكتر، ميال ليها اكتر. لكن عادي ممكن تبدا بكده او كده، الاتنين كويسين. دونجا ما يبداش، دونجا ينسى الكوره ويقعد. هتلعب بوينج شمال ادم كايد او شيكو بنزا، وهتلعب بوينج يمين الفينا كده كده ما ينفعش يقعد، وهتلعب بعدي الدباغ البديل بتاعه عمرو ناصر. واحده واحده نبتدي ندخل الناس التانيه، لكن عدي الدباغ لازم يلعب. ويبقى عندك افكار هجوميه، وتلعب الوينج اليمين اللي انت جايبه البرازيلي اللي هيوصلك. انت نزلت الفينا طلعت الدباغ، وانت بقى هتبتدي تلعب عرضيات. الراجل ده لو انا بقول لك لو كان لعب مع الفينا في الملعب، الراجل ده كان هيجيب جون. الدباغ كان هيجيب جون، كان هيوصل له كوره، كان هيعرف يستلم الكوره، احنا مش عارفين نستلمها. ناصر منسي لعيب غلبان وطيب وعلى الله خالص، على راسي، وجاب لنا السوبر الافريقي. بس تمام تمام، انا مش هفضل بقى في الاخر برضه بكح في نفسي او بلف في نفس الدايره، تعبنا. فانا دي شايف ان دي التشكيله الاوقع والاقرب للصح. وجهه نظري تحتمل الخطا، لكن هو ده الصح. عندنا مشاكل في الفرقه لازم تتلحق. المشاكل مش مشاكل ان اللعيبه وحشه، المشاكل ان احنا مش عارفين نركبهم على بعض. فبعد اذن الناس، بعد اذن المدير الفني بتاعنا، ناخد بالنا من الاخطاء الصغيره اللي ممكن تسيح منك الدوري بدري، وعقبال ما تعرف تركب يمين على شمال يكون الدوري راح. فاحنا نلحق، خصوصا ان انت مش عايز تعمل حاجات يعني تكتيكيه مرعبه، انت بس تحط اللعيب في مكانه وبس تنفذ الافكار المبسطه في الاول. بعد كده بقى تشغل شغلك العالي بقى، وان انت عايز تضيف افكار وعايز تمام، لكن اعمل البديهي في الاول بس. سهله، اعمل البديهي، اعمل البيزك خالص، اشتغل في البيزك خالص في الاول. بعد كده بقى حط افكارك وطور وبتاع، وشيل الوينج ما تحطه حارس مرمى، وحط الحارس المرمى مهاجم، والف بقى بعديها. خلاص انت مسكت الفرقه وخلاص بقيت عارف انت ماسكها ازاي، فانت ساعتها بقى تالف براحتك. لكن انت دلوقتي بتعمل حاجات عليها علامات استفهام تخوف. فبعد اذنك نصلح، بعد اذن الناس، بعد اذن الجمهور. احنا كده كده متوقع ان احنا كنا ممكن نعمل نتيجه سلبيه. وانا لو ينفع والله انزل سكرينات، كنت بكلم ناس زمايلي على جروب كده، احنا زملكاويه مع بعض، انا حكيت السيناريو بتاع الماتش ده قبل الماتش بيومين، ان هيحصل كده والزمالك يتعادل مع المقاولين، بنسبه كبيره هنتعادل مع المقاولين. بس ما كنتش متخيل احنا هنبقى بالسوء ده. يعني انا قلت ممكن نتعادل، بس كنتش متخيل ان احنا هنبقى بالسوء ده. ليه؟ لان انا ما كنتش متخيل ان احنا هنبدا بتشكيل غلط، وهنكاتشن غلط، وهنبدل غلط. انا كنت متوقع ده. ما عنديش ازمه مع التعادل قوي، لكن عندي ازمه مع الافكار. ما عنديش ازمه، انا كنت ممكن اخسر وابقى مش متضايق. ليه؟ لان انا عارف ان بكره في حاجه صح، بكره في حاجه صح. لكن احنا ما اشتغلناش صح الماتش ده، ففي حاجه تقلق، في حاجه تخوف. ما اشتغلناش صح، احنا ما اشتغلناش صح، ولازم نبقى مقتنعين ان احنا ما اشتغلناش صح. فده اللي يخوف للي بعد كده. امتى ما تخافش؟ لما تخسر، لما تبقى انت شغال صح ونتيجه الماتش جت عكسيه، خلاص يبقى انا الماتش اللي جاي هكسب ولا بعده هكسب. انت الماتش ده كان سهل، كنت خدته، كنت فضلت ضاغط على بيراميدز المنافس بتاعك للدوري، كنت فضلت كابس على بيراميدز. بيراميدز مش حلو، فكنت فضلت كابس عليه وتفضل ضغطه المنافس الاول ليك في الدوري. لكن انت كده رحت متعادل مع بيراميدز في النقط، هو هيضغط عليك. بيراميدز فريق حلو، فهو كده كده ضاغط عليك بان هو جامد. يعتبر خلصت كلامي. عنديش كمان شويه دردشه ممكن نعملهم في حلقه تانيه،
وربنا يسهل للزمالك، وان شاء الله اللي جاي افضل، وان شاء الله تبقى دي اخطاء كده عابره، بما انها بدايه موسم وبدايه ماتشات للمدرب لسه بيتعرف على الفرقه والفرقه بتتعرف عليه. ويا رب اكتب لنا الخير في اللي جاي. سلام.